السلام عليكم، يا هلا والله متابعين الكرام على قناة مواهب صحن. معانا النجم الكرة الإماراتية سابقا الكابتن إسماعيل مطر. نقول مساء الخير. مساك النور. مساك النور. كابتن إسماعيل، شو رأيك في المهرجان الكروي؟ أكيد أول شيء نشكر الإخوان المنظمين على الدعوة، ونشكرهم على الاهتمام، وما شاء الله واصلين البطولة الثامنة، وهذا شيء نحن محتاجينه، ومحتاجين اللعيبة الصغار، وهذا عمل صراحة يشكرون عليه، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. هل تتوقع هذا المهرجان الكروي راح ينتج عناصر صغار يعني كرويين؟ أكيد هي العناصر كيف تطلع إلا بالاحتكاك. اليوم تجيب مدارس مختلفة من كل مكان في الخليج. أتوقع أن هذا الشيء يولد المنافسة، واللاعب دائما الإنسان بشكل عام محتاج منافسة حسب يطلع إمكانياته. اليوم إذا أنت سويت له منافسة راح يبرز كل ما عنده. فأتوقع مثل هالبطولات هي الولادة، هي اللي تطلع النجوم. يعني عرفت نفس البطولات اللي هي نحن نشوفها بطولات الخليج، يقول لك تبى تبرز لازم تبرز عن خلال بطولة الخليج. فهالبطولات الخليجية التجمعات هذه دائما تقوي الحافز عند اللاعب انه يطلع كل ما عنده. فأتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، ونشوف نجوم في المستقبل ان شاء الله. شو تتوقع حظوظ المنتخبات؟ والله نتمنى التوفيق حق كل المنتخبات، منتخب عمان ومنتخب الامارات والمنتخب القطري. كنا حاطين نفسنا في هالموقف، لكننا في النهاية كل واحد يتمنى حق منتخب التأهل، وإن شاء الله أن اللي بيتأهل بنقول له مبروك، والخسران بنقول له هارد لك. لكن نتمنى إن شاء الله منتخبنا يتأهل إن شاء الله. إن شاء الله. لكن بعيد عن المجاملات، تتوقع المنتخب الأفضل؟ شوف، بدون مجاملات، المنتخب الإماراتي فيه تغيير، المنتخب العماني كذلك أتوقع عندهم تغيير، المنتخب القطري كذلك فيه تغيير. أتوقع أن الفرق في تساوي، الكل عندهم نفس الظروف تقريبا. المنتخب الوحيد اللي عنده ادفانتج هو منتخب قطر، انه بتكون المباريات على ارضه. ففي النهايه الارض اوقاتهم سلاح ذو حدين، يا يسبب لك ضغط زياده، يا انه يعطيك باور زياده. فاتوقع ان اشوف الحظوظ متساويه، لكن اللي بيعرف يتعامل مع المباريات بوقت المباراه اتوقع هو اللي راح يحسم التاهل. اكيد احنا كلنا اخوان وخليجنا واحد. نعم. اكيد ما يحتاج. نتمنى التوفيق حق الجميع، وحق مشروع حق كل واحد انه يتمنى حق منتخب بلاده انه هي يتأهل. لكن هذا ما يمنع ان نحن نعرف ان هذه رياضه، وفي النهايه في علم الغيب. نتمنى التوفيق حق الجميع، ونطلع بصوره ان شاء الله تليق، ونقول مبروك حق المتأهل ان شاء الله. اشكرك كابتن اسماعيل، جزاك الله خير، تشرفنا بحضورك حبيبي. الله يحفظك، الله يسلمك، الله يحفظك، الله يجزاك خير حبيبي، الله يحفظك.